هلا وسهلا وحياكم الله. ما زال العمل على شكلة العيد مستمر. اليوم راح نجهز حشوة جديدة وراح نحضرها معكم خطوة بخطوة. طبعا أول شيء راح نعيد تشكيل الشكلة من الشكل هذا إلى القوالب هذه عشان نجهز للحشي. عملية تحويل الشكلة من شكل إلى شكل اللي هي التمرين، إن إحنا نسيح الشكلة ونرجع نجمده بالشكل اللي إحنا نبيه من غير ما يخسر خصائصه الفيزيائية، يبقى بنفس القوام هذا في درجة حرارة الغرفة وبالشكل اللي احنا راح نشكل. الحين راح نبدأ نسيح الشكل، راح نرفعه إلى درجة حرارة 41 عشان يذوب كله وينخلط مع بعض. طبعا درجات الحرارة تختلف من نوع إلى نوع، لكن هذا النوع اللي عندي نرفع أعلى شيء ل 41، بعدين ننزله إلى 29 وبعدين نصبه في القوالب. طبعا ما ينفع نصبه في القوالب درجة حرارة عالية عشان ما يلصق في القالب من داخل ويصير ما يطلع معنا. فأفضل درجة عشان يطلع معنا بعدين بكل سهولة إن احنا ننزله إلى 29 بعدين نصبه في القوالب. نقيس درجة الحرارة باستمرار، ما نبيها تزيد معنا. الحين حطيناه بحمام مائي وجالس يذوب من حرارة بخار الموية، وأهم شيء نحرك باستمرار عشان توزع الحرارة على كامل الشكل. الحين كذا بعد ما ساح ووصل معنا درجة حرارة تقريبا 41 بدينا نبرده. طبعا في طريقتين لتبريد الشوكليت، يا اما ان نضيف قطع شوكليت باردة بحيث ان تنزل درجة حرارة الشوكليت، او ان نحطه على سطح بارد زي الرخام مثلا او الستيل. كذا تبدأ تنزل درجة الحرارة شوي شوي. الحين راح نجهز برالين البندق، عبارة عن 400 جرام بندق مع 75 جرام سكر. راح ندخلها الفرن درجة حرارة 180 من 10 إلى ربع ساعة، بس نبيه ياخذ لون ويذوب السكر عليه. بعد ما تجانس الحليب الدافئ مع الشوكولات الحين ضفنا له الحليب البارد. نستمر بالخلط الين نصحح القوام، نصل القوام اللي نبيه للحشو. مكسرات، فواكه، اللي تبغون. عندي هنا 140 جرام برالين البندق، 60 جرام شوكولات. راح تكون الحشوة برالين البندق بالشوكولات، 30% شوكولات و70% برالين البندق. راح اخلطها مع بعض